وبركاته. ما زلنا مستمرين في التأسيس لتالتة قبل الدراسة، تأسيس الصف الثالث قبل ما يدخل مدرسة. دي الحصة التالتة، الكورس التالت، هتلاقوا الأول والتاني في التالت. طيب هناخد حاجة اسمها عوامل العدد. يعني ايه يا مس إيمان عوامل العدد؟ يعني احفظ جدول الضرب وانت تفهم انا قصدي ايه. طيب واحدة واحدة ويلا بينا. عوامل العدد دي كأن انا معايا 5 جنيه وصاحبك اللي جنبك معاه 3 جنيه، نقول لهم تعالوا احنا هنضربكم في بعضيكم. ماشي تمام، بس خلصت فكرة عوامل العدد، هي دي الفكرة، رقمين نضربهم في بعضيهم. طيب وبعدين هقول لك بقى، هنا بدل ما نجيب الرقمين دول احنا هنجيب رقم تاني خالص، وليكن رقم الستة. هنقول 6، انت ممكن تدي فلوس لمين والمين والمين؟ تقول والله انا مشتركة في واحد هنا، رقم واحد. رقم واحد ده يا جماعة عامل مشترك في كل المسائل. يعني لما تسألي الستة يا ستة انت هتدي الواحد تقول لك اه، يا سبعة انت هتدي الواحد تقول لك اه، يا 8 تدي الواحد تقول لك اه. طيب يعني لما اجي اقول لك يا ميس ايمان عوامل العدد 7 هتقولي لي ايه؟ هقول لك الواحد. بس هنسكت؟ لا، الواحد هنضربه في كام؟ في الرقم في 7. يبقى اول عامل من عوامل العدد واحد. بمعنى ان السبعة دي هتروح عند بتمين وبتمين وبتمين، هقول له هتدخل بيت الواحد، يبقى 1 في 7 ب7. وخلينا دايما فاكرين ان الواحد عامل مشترك في كل المسائل. طيب يبقى اذا عوامل العدد دول رقمين بنضربهم في بعض بيدونا الناتج او الرقم اللي انت طالباه مني. طب كان في كام يدينا 7 تانية يا جماعة؟ مفيش غير 7 في 1، ودي ما ينفعش تتكتب. يبقى احنا كده خلصنا من المسألة دي. طب عوامل العدد هنا مين؟ كام عامل؟ هقولك، ادي الواحد وادي السبعة، يبقى عندنا عدد العوامل كام؟ 2. مين هما؟ الواحد والسبعة. زي الفل. تاني يا مس ايمان، عوامل العدد 12، يعني في رقمين هنضربهم في بعض هيدونا 12. جميل، زي مين؟ احنا اتفقنا دايما اول بيت بندخله بيت الايه؟ الواحد. يعني اقول واحد وهضربه فين؟ في الرقم اللي مديهوني في 12. برافو عليك، كده اول عامل عندي 1 في 12. جميل. وايه تاني يا مس ايمان؟ تعال نخش البيت التاني. احنا هندخلهم يا جماعه من ورا بعضيهم، هنخش بيت 1 و2 و3 و4 و5. تعال نخش بيت 2. يا 12، هو انت ممكن تدخلي عند الاتنين؟ اه، انا 2 في 6 ب12. ايوه، فانا هجيبك هنا واقول لك 2 في 6 ب12. جميل، يبقى ده البيت التاني. تعالي نخش على البيت التالت. البيت التالت اللي هو مين؟ التلاتة. يا تلاتة، هي ال12 ممكن تدخل عندك؟ اه، ال12 بتيجي عندي عادي. 3 في 4. جميل، تعالي على اللي بعده. الأربعة، طب ما احنا لسه قايلينها 4 في 3، مش محتاجين نكتبها، ما نكررش. طب تعالي يا 5، في حاجة في 5 تدينا 12؟ لا أبدا، مستحيل. يبقى كده خلصنا عواملنا. طيب يبقى عندنا يا جماعة هنا العوامل كام؟ 1 في 12 ب12، و2 في 6 ب12، و3 في 4 ب12. طب يا ترى كم عامل كده؟ تعال نشوف. انت عندك عدد العوامل. يعني ايه عدد العوامل؟ يعني قول لي الارقام اللي انت كتبتها كلها ايه. الارقام اللي انت كتبتها كلها ايه؟ انا كتبت دلوقتي رقم واحد، خدها واحدة واحدة. رقم واحد، ورقم 12، ورقم 2، ورقم 6، ورقم 3، ورقم 4. اه انت برضو كده ما جاوبتنيش، انت كتبت كم رقم هنا؟ تعال نعد. 1 2 3 4 5 6. برافو عليك، يبقى عدد العوامل 6 عوامل. جميل، نحل المسألة الأخيرة ونختم بيها. يا 18، هو انتي عدد العوامل بتاعتك كام؟ تعالي نقول لك عدد عوامل كام. أول واحد مين؟ العامل المشترك في كل المسائل. أيوة برافو عليك، زي ما انت قلت الواحد. واحد في كام؟ في الرقم اللي اديتهوني يا مس إيمان، 18. يبقى 1 في 18 ده أول عامل. هنخبط على بيت مين؟ هنخبط على بيت الاتنين. يا 2، 18 ممكن تدخل عندك؟ اه، 2 في كام يديني 18؟ هقول له 2 في 9، يعني عشان 9 و9 18. جميل، دخلت. ماشي. العامل التالت، تعالي يا 3، هو يا 3 ممكن ال18 تدخل عندك؟ اه، 3 في 6 لازمة.
ابنك يكون حافظ جدول الضرب كويس جدا، والا والله ما هيعرف يمشي اطلاقا في الدرس ده. تمام. طيب، ها يا خمسة، هو ممكن ال 18 تدخل عندك؟ لا مش ممكن. حلو قوي، يبقى احنا خدنا الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة. طيب عدد العوامل كام؟ استنى، ما تعملش عدد عوامل غير لما تكتبها. مين؟ الواحد والتمنتاشر والاتنين والتسعة، برافو عليك بتقول ورايا شاطر، والتلاتة والستة. لسه ما جاوبناش. مم. كام كده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى كام عامل؟ 6 عوامل بس. انت كده متفوق وزي الفل، برافو عليك. يبقى انا في العوامل يا حبايب قلبي الحصة التالتة، ولادنا اللي داخلين تالتة قبل الدراسة، عدد العوامل يعني جدول ضرب لازم تكون حافظه كويس. السبعة يعني كام في كام يديني سبعة، الاتناشر كام في كام يديني اتناشر، التمنتاشر كام في كام يديني تمنتاشر. يعني ايه عدد العوامل؟ يعني قول لي الأرقام اللي كتبتها كلها دي كام رقم، كتبت 5 ولا 6 ولا 2 ولا 3. خلاص، وعرفنا ان الواحد عامل مشترك، والحصة خلصت خلاص، والكورس خلص بمنتهى السهولة. كورس يعني حاجة زي الفل، الله أكبر. خلاص كده خدنا كورس واحد، كورس اتنين، كورس تلاتة. ان شاء الله بقى هختم لكم تالتة ابتدائي بقى، عشان نبقى داخلين ايه، داخلين كده بذهن صافي وبنية صافية. بس بقى لو وصلت لحد هنا متنسوش بقى الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، واعملوا بقى شير عشان الكل يستفاد، والمامي اللي محتاجة الحاجات دي تبقى انت سبب في نشر علم، يعني بركة العلم في نشره. فاللهم اجعلك سبب في نشر العلم يا رب، كلنا يجعلنا سبب في نشر العلم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحتي على الفيسبوك مس ايمان اسا، صح، مستنياكم. السلام عليكم.